انت بالشهر الثالث في المستشفى كذي. ما في شيء، ما في بدله كبري، لا باتمان لا سوبرمان لا سبايدر مان ولا شيء كبري. جربته ولا ما راح افضفض لكم. يلا انت دافع 3000 يلا. يعني انت باتمان وانت شنو بتختفي صح؟ انا باتمان. فرحت نومتهم ورحت اسوي مساج. هو يعني ايه 6 دي؟ انت كل شويه تقول لي 6 لابس اسود، اطلع بالليل عندك فلوس ما وايد. اطلعش الا ما بالليل. انت قاعد تقول وين رايح. والان مع المفاجاه الكبرى. قول كل اللي في خاطرك، ترى سرك كبير. اخي ابوك صار معي وانا صغير. تدري ايش صار معي بامستردام؟ ضيج بخريتك. ترى مو قاعدين مقصد. ايش داول لا تبالغ. والله ريت الحجي. أمبي سمعتي ايش قال؟ اصلا مبين من وجهه. سرك كبير وين الغريب تحت بلا ضمير. والله الطاوله بعيد. لا زينه والله، بس انت عندك بس نظاره طبيه يبي لك. ايه رايك في مكان النهارده؟ والله سكرتي ماخذ مكاني، اشوف انا مرتاح وقاعد. ده مكان الاصلي المفروض ليا كاميرا لوحدي بس مدافع. هدفع. حسين كلمته امس. ايه بقول له ايه رايك في القميص؟ قال لي قلت له اخد الكحلي ولا البيج؟ قال لي الكحلي. وش كان معك بالمحل ولا شنو؟ لا انا كلمته. تاخذ رايه؟ كان في ده والكحلي. قال لي قلت له اخد الكحلي ولا البيج؟ ايه قال لي خد الكحلي هيبقى شكله حلو عليك. خدت ده. دخلته ما عجبتني. شو كان دخلتك؟ انا؟ لا والله العظيم هتتحط. حسين وكحلي وده. لا حلوه حلو. انا عشان ما سمعتش كلامك يعني، ما لو جايب الكحلي كنت قلت له جميله. دخله جميله. تعال شنو؟ اول شيء نعيما. انتوا قاعدين على حسين اليوم. اي جاي لك نعيم اول شيء. ينام بحالك يا حبيبي. شاري كاميرات وشغلات، تقول بسوي بلوج بالمزرعه. بسوي بلوج بالمزرعه. شنو فكره البلوج اصلا؟ بس شو بسوي؟ قاعد افكر شلون ادخل دعايه حق القناه مالتي إيه؟ بالبودكاست. نفس ابو سليم شلون لما يقول الزمرده. شو يقول زمرده؟ انا قاعد افكر شلون ادخل. يبرقي لي صح. حطها هني. صح زارع رقي. حلو. شنو ابي الفكره؟ ليش جاتك الفكره انا بسوي بلوج مزرعه؟ انت مزارع اصلا؟ قاعد ازرع زارع رقي. شو مقصر في الشبره؟ تروح شبره تاخذ لك كل شيء. لا شعور حلو لما يا ابني عادي اسالني يجي سنه على الريحان، ازاي الريحان ده بيطلع عندكم اصلا؟ مو الريحان كان مشموم. مشموم؟ اي ريحان والله. شعور حلو لما ايه ده؟ تشوف يعني نفسك تنتج. اي شيء انت زارعه بيدك بذره وتشوف اخر شيء محصول. تشوفه يسمونه شوف محصول. الثمره. تشوف ثمره. ثمره. فالحين انا بلشت اشوف الرقي. حلو والله. اي كتبت حق شات جي بي تي ان وانت تعرف تزرع ولا شيء؟ جيت عمياني انا وشات جي بي تي قاعد نزرع. اوكي. اي يعني انت اعترفت بشات جي بي تي الحين؟ اي انا وياه قاعد نزرع. هو ما كانش كان هو اللي معترف بيه في الجروب بتاعنا بس. الكل الحين الكل شغال شات جي بي تي. فانا الحين شغال ان شاء الله. ودي تدري شو نسوي؟ ناكل فواكه ونعطيك البذور. لا ودي نسوي مسابقه بسر كبير. زين. اللي هي بقى ايه؟ اي واحد يجاوب على الاسئله اللي نحطها اوكي. ياخذ باكج من المزرعه. رقي. انت ايش عندك بزرع شيء غير رقي؟ انت في حاجه ثانيه؟ كثر رقي بالباكج. ما رقيتين بس. بس انت كتبت لشات جي بي تي ايه؟ كيفيه زراعه الرقي؟ لا قلت له الحين انا بالشهر الثالث. انت بالشهر الثالث؟ لا الرقي ربنا مو باين يتمم. عليك. ربنا يتمم عليك بخير ان شاء شايد الله. علي وايد. قلت له انا بالشهر الثالث الحين بالزراعه احتاج اعرف شنو اسوي. قال لي هل الثمره طلعت؟ حلو. هل اصبحت بحجم كره التنس؟ قلت له نعم. شلون دريتي تحت الارض تحفر كل شيء؟ لا الرقي مو تحت يطلع على لا الرقي فوق الارض. فوق الارض. اوكي. اي حلو. شفت لو انك مثقف كان عرفت. هل اصبحت بحجم كره التنس فاجبته بنعم. ولا اجل؟ نعم. حلو. فقال لي الحين تقدر تعطيه ان بي كي. ان بي كي هذا باسكت بول. انا الحين ما فهمتش الاي كيو. شفتوا راح اثقفكم اليوم. حلو. نيتروجين ان بي البي بيكربونات الصوديوم. البي نسيت شنو هو. بيكربونات الصوديوم. الكي بوتاسيوم. الو. فتعب ها البي بيكربونات الصوديوم. زين حلو. كي الف ترى. انت شلون تعطي رقي؟ تقص ابره شو تسوي؟ تعطيه نفس سماد الحين هذا يعتبر عشان الثمره تطلع حلوه. حلو. الحين انتم مالكم من البروسس. انتم ما راح تعرفون تكونوا مثقفين. ما وتزرعون. بصير مزارع اصلا.
ليش تسوي الفكره؟ ليش تسوي انا الموضوع؟ الرقيه اروح اشتريها وخلاص، بس كبر دينارين دماغك. ترى، دينارين بس أروح انتهى أشتريها الموضوع. او في عروض والله في انا عروض. ليش شريت؟ انا ليش زرعت صدق؟ إيه. دشيت على ابلكيشن ابي اطلب رقي حق البيت. حلو جد السالفه. ولا الرقي كم سعره؟ 8 دنانير ونص. والله شو ازرع ارخص لي. شفت شلون؟ ازرع ارخص لي، ليش هذا يبيع ب8؟ اروح انا ازرع الرقي. طبعا وانا ابيع ب8. عشان البودكاست. اشوف من اللي يبي رقي. فهذا الحين انا زرعت رقي، بشوف اي شيء غالي مثلا شنو في اشياء غاليه، ستيكات تبون ازرع لا تزرع بقره. شنو غالي عندكم؟ في ذهب راح ينفع ازرع. تحط ذهب. عصيتي ترى في مزارع سمك. صح. ايوه مزارع ده سمك. يعني كانها معلومه يعني. لا معلومه. لا تعرفها؟ حاول كانها معلومه جديده يعني. ما حسيت والله في مزارع سمك بجد. بس ترى ما كان موضوعنا اليوم عن الزراعه. شو الموضوع؟ نسيت موضوعنا. عن الصناعه. لا خل المواقف اللي صارت لك الغريبه. المواقف الغريبه. اي كان مواقف. الموضوع عن المواقف الغريبه. بس حلو. انتم مو غريب موقف، انا سويته غريب، هو ما هو غريب. جيت كان اشيل ولدي عمره 3 سنين، حلو ضعيف. حلو شلته كان ظهري يعورني، ظهري طق. حلو. فصار فيني ظهري طق. كان اروح الطبيب. حلو. فدشيت على الطبيب قلت له دكتور ظهري يعورني. الدكتور ايش قال لي؟ قال لي لا شيل شيء ثقيل. انت هني ما سعيت تقول له؟ انا هني استحيت اقول انا شايل ولدي عمره 3 سنين ضعيف، وزنه 6 كيلو يمكن. إي. وزن رقيه. وزن رقيق. قلت له والله دكتور شلت ثلاجه من دور الارضي لدور الثالث. ما قاعد تكذب على قاعد اشتغل مع الدكتور. حلو. استحيت اقول له هذا. إي. قال ليش شيل ثلاجه؟ قلت له بس انت شفت نفسي فاضي. شفت لي دور الثالث. فغزاني برو. واخر النهار بنزلها تاني. استحيت اقول له كذي. فتصير لي مواقف غريبه بالمستشفيات انا. يعني هم مره بغيت اروح غير زبره. اوكي. مريض مسخن فبروح غير زبره. وادش عند الممرض ولا كويتي. حلو. ممرض كويتي. مسوي شعر سليم بس يشبهني ريال. اوكي ما حبيت اتخيله. اي لا تخيله، متين مسوي قفل وشعره سبايكي. انت رايح تشوف الممرض ولا لا بغير زبره. تغزل؟ بس تخيل تغير زبره انا قاعد بوجهك. افسخ. لا بالضبط قلت له بيدي. لا انا بكلمك لا عامه. بالضبط. استنى لا عامه. راح اروح حق الدكتور اقول له بس غير من ابره لحبوب. عطني مسكنات. فعشان شيء انا اول ما دشيت له قلت له ما في ممرضه في هنديه عوده ولا فلبيني اي احد ثاني؟ قال له ما في غيري. قلت له اوكي يلا غز. قال لا مو هني. قلت بعد يوم ودي انسى بحياتي. غزك؟ يا عم ماشي الف مبروك. الله يحفظك. انت ايه في اخذت حاجه غريبه قبل كده في حياتك؟ نفس انا موقعي ده يخليني ان انا تستجوب. اه تحس ان انت وايد مرتاح. هل اتخذت قرارات اجل. اتخذت قرارات اي غريبه في حياتك الشخصيه والمهنيه؟ غير القصه هذه. والله حلوه القصه. حلوه القصه. صح. والله انا محارق عنده ترى. انا كحلاق القصه اول مره تعترف ترى عند عباس حالق. لا مو عند عباس. زين. ايه الوالد يحبني وايد. حلو. ما فيش اب بيكره ابنه. لا يحبني وايد بس يكرهني وايد. شلون؟ لانه دائما يقول لي انت كل قراراتك غلط. مو قاعد تسمع كلامه بقرارات. لا هو يشوف بنظرته. وصدق قرارات غلط يعني ولا تشوفها صح؟ انا احس انها صح. عطنا واحد منهم. يعني واحد منهم. اوكي هذا الموقف صار والوالد موجود فيه. حلو. مره من المرات كنت مسافر مودي اليهال سنغافوره ممتاز. وحاجز لهم اسبوع. حلوين. اسبوع على سنغافوره وايد ملل. ملل بالضبط. تخلص الاكتيفيتي بسرعه. مشاكل الاغنياء بقى. زين. ما كنت حيل غني. زين. ف عندهم اكتيفيتي يعني محدود بالنسبه حق اسبوع. فحجزت لهم حق حديقه الحيوان عسكم الله حلو. عشان يشوفون الحيوانات. حلو. بس المشكله هناك شنو؟ ان الحديقه هذه بس بالليل. بس بالليل الصبح ما تروح. ما تفتح الصبح. تفتح بالليل نهائي. بس بالليل. بعد المغرب تفتح. ايوه. حلو. الحيوانات شنو نايمين ولا؟ يقال ان فتحوها بالليل لان ياهم رئيس الوزراء او شيء منصب لما وقت افتتاح الحديقه. حلو. يا الصبح لقى الحيوانات كلها نايمه. فقال شنو هذا؟ فقال خلاص ولا خلاص خلوهم نايمين الصبح. اي حرام. ونسوي زياره بالليل. يقال ما ادري صدق ولا لا. حلو. بس سمعت هالمعلومه. فخذيت اليهال وديتهم حديقه الحيوان هذه. حلو. حديقه بالليل. يبين شيء؟
يجيك تجيك السالفه. يجيك العلم الحين. اي فالحديقه بالليل الحين انت لما تسافر مع اليهال تاذى. اكيد طبعا. اي فانا شلون قاعد اسكتهم؟ سكتوا عشان اوديكم الحديقه بالليل، سكتوا عشان اوديكم الحديقه بالليل. وهذه هال اي ساكتين. ساكتين يبي يشوفون الاسد. يبي اوكي يشوفون اسد. حلو زين زين فقلت لهم سكتوا ترى ما اوديكم تشوفون الاسد، سكتوا ما اوديكم تشوفون الاسد. المهم حلو فطول اليوم ساكتين عشان يشوفون الاسد. عشان يشوفون الاسد. حلو. رحنا الحديقه طال عمرك بالليل شافوا كل الحيوانات الا الاسد مو مبين ظلمه. اوه مو مبين كلش. اي بابا وين لايون وين لايون وين لايون ساكتين طول اليوم. بالضبط. وانت- ما في لايون بيدوروا على اللايون، انت قايل لهم اسد. صح. فشو اللي صار؟ شريت قناع. لا يا ريت. لا شو اللي صار وياي؟ ان الحين بردهم وهيبقى معاهم بقى الصبح وبالليل. في اي وقت. في الحمام بس فالحين انا طعم فندق. قاعد اسولف لكم عن مشاكل عيال ليش قاعد تضحكون؟ اوكي صح زين باش بيكبرون بيشوفون البودكاست. صح انا اسف. يا عم معلش خلاص. زين فطلعنا من الحديقه متضايقين. ليش ما شافوا اللايون؟ حلو. هذا نهايه اليوم الساعه 11 بالليل تقريبا كذي رديتهم الفندق. انا تعبان حلو فقلت اروح اسوي مساج ممتاز. ريح عضلاتي واحط راسي وانام. ترى حديقة حيوان تعب. اي لا كان هو تروح بسياره. مرتاح يعني. اي بس انا حبيت اسوي مساج. هو بيرهقهم. اي فرحت نومتهم ورحت اسوي المساج. ممتاز. وانا قاعد اسوي مساج انا اقول ها عندي واحد من الشباب اعرفه يبيع السوالف هذه. حيوانات وكذا. شنو؟ بعسد؟ لا حيوانات المفترسه والغريبه طبعا قبل القرار هذا اللي أوكي. ممنوع من زمان حكي عشان لا تسجنون. من زمان حكي وايد وايد من من زمان. زمان. إيه. فقلت له حولك اسد. دور لي اسد كده. اي شوف لي اسد. وانت قاعد بالمساج منسدح بالمساج اي جالس رجال ابي اسد. افكار غريبه بقى بتيجي. حولك اسد. اوكي وهو راح يتوتر قاعد 12 بالليل هالشيء يبي. اي صح التوقيت بعد. كان يقول لي شو الطاري؟ قلت له والله بخاطري يا ربي اسد. يقول لي الاسد ما يتربى. اي هم صح. شلون بتربي اسد انت لك فيهم؟ قلت له لا والله حق اليهال. انت مو عشان يشوفونهم تبي تشتري اسد. اي ابي اشتري. زين فقال لي لا ما ينفع. انت لو مربي عيالك كويس ما كانوش طلبوا اسد. والله العظيم. مش تربي اسد، لا انت ربي عيالك كويس. قال لي ما يتربى الاسد. حلو قلت ولا بيعكرها. كان يقول لي بس ها تقدر تاخذ شبل. اوكي اسد صغير. اسد صغير. ممتاز. قلت ما شاء الله صاحبي يحبني حبك يبي الخير. يبي لي الخير. كان اقول له بس تم شوف لي بكم. اوكي حلو. 5 دقائق كان يقول لي حصلت لك واحد. ما بذكر المبلغ بس مبلغ يعني اشتري لا لا سياره. قول كم بكم. قول انا بحب انا مشاكل الاغنياء دي. 3000. 3000 رايح شاري شبل. هم صح ترى اسد مو شاري 3000 مع الباكج يعني كامل. عائله كامله. لا بس الشبل. اوكي بس البروسس عشان يبون لي اياه. حلو حلو. ايه خلصت المساج دفعت اللينكات حلو. رديت الفندق. وانت بس قاعد تدفع له. اي قاعد ادفع له اللينكات يدز 1000 1000 1000. ده ايه المساج الحلو ده؟ اي والله. لا مو المساج انا قاعد ادز اللينكات مو المساج. لا بس المساج مديك راحه نفسيه مرتاح يعني. يعني. إن إيه، انت دفعت يعني انت له تدفع 3000 وانت دفعت نايم 3000 يعني. حق مسدح. الابوه ما ادري شبل. رديت الفندق. حلو. جيت بنام قعدت افكر انا ايش سويت؟ شنو شريت؟ شو شغله اسد. انت الحين ثواني انت لما شريت أسد ما بلغت مرتك ما بلغت اهلك ما بلغت ولا احد. انا الحين قاعد اسوي انا شنو سويت؟ اوكي شلون شاري اسد؟ يخرب بيت عقلك. يخرب بيت عقلك. ايش بسوي فيه زين؟ إيه. شلون بربيه؟ وين بحطه؟ انا مو بالديره اصلا. بالضبط. شلون صارح ابوي؟ اي صح شلون شاري اسد. المشكله الاكبر إيه، اصلا. اللي شايف كل قراراتي خطا. شلون اقول له ولدك وصل مرحله شاري اسد؟ يا ساتر. بس انا مقتنع دلوقتي ان هو فعلا هو صح. طبعا انا قبل لا اوصل الكويت قلت له في مجال نكنسل. تبي تكنسل بس خلاص الحين فكرت بعقلك. هني تخيل. لا انا بخاطر زرافه. عندك زرافه؟ خلاص المساج بس خلاص صح الحين. لا انا عايز زرافه. في زرافه الزرافه طويله وبتاع فيبقى الموضوع صعب اكتر. فقلت له خلاص في مجال نكنسل. يقول لي لا ما يصير. اه دفعنا حق الوارد والمستورد والامور. حلو. المهم خلص معاملاته يعني. خلص اي. فان شاء الله راح تستلم قريب. وصلت الكويت الفير نمت قمت إيه. ولا داق علي. الاسد قدام البيت. تعال استلم الاسد.
استاذ الاسد. لا لا اي والله. رحت العميريه حديقه حيوان. لا مو الاميري. مكتب. لا شنو مكتب؟ امال رحت فين؟ وين يا أخي؟ رحت حق سنغافورة. حلو. انزين رحت حق راح الريال بيته. ولا ليش يخشه قبل القانون لا تسجلني. قبل قبل من زمان صار من وايد زمان. من إيه، زمان. إيه. كان يعطيني البوكس داخل الاسد ما فتحه ما شفته ما لمسته ما سويت ولا شيء. حلو. خذيت البوكس خذيت البوكس كان احطه بالسياره إيه. واروح بيتنا حتى ما طليت. شفت ولا شيء هذا شايله وانا متضايق. وايد كنت متضايق. هو حاجه غريبه فعلا، انت ماشي في الشارع انت في ايدك اسد. ساتر. إيه. وصلت البيت نزلت البوكس دشيت عليهم الصاله حطيت البوكس فتحت والان مع المفاجاه الكبرى. يطلع الاسد احنا دشيت البيت الصاله قاعدين هم. كلهم اللي كانوا اهلي. يا ساتر. كان افتح هذا ويطلع الاسد. قام راح الاسد اول شيء حق منو؟ حق عيالك بياكلهم. تشوفونه يا الكاميرا يعضك. لا والله. عضي تحمدوه. كان يروح حق ابوي اللي هو اصلا شايف إن يصعد أنت على كل حاجة الغلبه غلط. ايه. زين ويقعد يم ابوي. اوف. الاسود بتعرف بعضها يا صاحبي. يا فنان. ايش رايك؟ فنان انت. ما اعرف قطيه لي اخر سيزون. حبيبي عم احمد حبيبي. فهني انا ارتحت. مالكش بركه الا حسين والله، وقراراته غلط بس كويس يعني ولد كويس. حمله شويه الفتره دي. الحين وصل الوالد حق قناعه انه لا خلاص. خليك من هذا، ابي شنو رده فعله. انا جاي ولدي داش علي بدي اسد يركب عندي. شو الموضوع؟ دائما الاهالي دائما تسمع منهم لا حول ولا قوه الا بالله. يعطيك النظره هذه. ايوه هم الاهل حلو. فعلا كذا صح. اي وش سويت بالاسد بعدين؟ اوكي ايش سويت فيه؟ إيه. وين احطه؟ ما كان عندي مزرعه. بالضبط قاعد بيتكم. اي ايه. كان انزله واحطه بالشقه. عندك بشقه؟ عندي بالشقه. حاطه بحمام ولا لا حاطه والله بصاله حطيت- يفتر؟ لا حطيته بالصاله احنا انحكرنا بالغرفه. فعلا اسد. طلع دفش. اسد. اي والله طلع دفش ما توقعته دفش. هو مش طلع ده، هو اسد. اسد مو هو انت طبيعته. بتتكلمش عن قطه. إي. اسد. انتوا حكيتوا بالغرفه وهو بالصاله هو يكتب. بالصاله اي. زين شنو حتى تبي اسوي دعايه حق نسيبك؟ زين. شقق غنفات كاكولي. اوه مالها بقى؟ مال فيلا كاكولي. فيلا كاكولي. اوكي. كنت شاري من غنفات من فيلا كاكولي سوالي خوش خصم والله يستاهل الدعايه. يستاهل. اي بيبيعوا اسود؟ لا لا غلفات ولا غلفات. فشقق الغنفات كلها. يا ساتر. الحمد لله قدرت اصرفه بعدين بعد 3 ايام بعت على صاحبي. خليك من صاحبك الحين شنو ياكل الاسد؟ انا عندي 3 ايام الاسد عندي بالبيت. شو باكله؟ كان ياكل صدور دياي. كارب يعني. تجيبه ديايه صجيه كذي ولا مغسله لا ولا؟ شفت كيس صدور هذا من الجمعيه أوكي. المثلج ايش كثر ياكل؟ يعني كيسين كيلوين كل يوم. كل وجبه. هذا مصروف. بالضبط هذا غير 3000 يدافعها. غير 3000 بالضبط. لو صار في ابو سليم احسن لك لو مربي عندك. لا خلنا على الاسد. اوكي. فهذه واحده من انت القرارات. اديني 3000 وانا اجي كل يوم لعيالك اقول لهم كل يوم. فهذه 3000 راحت. انا اللايون انا اللايون. هذه 3000 كانت واحده من القرارات اللي انا بتسرع فيها بس انت قاعد تضحكون على قراراتي. لا ضحك تخيل شكله. بس كامل. لا بس دافع لي 3000. انا اسويها. انت بس انا اخذ 1000 ونص انت خذ 1000 ونص. انت اعمل زرافه وانا اعمل اعطني لايون. 300 دينار. لا ابي الاسد واللبوه ابي اثنين. لا انا هبقى الاسد. لان لا انا ما بصير الابو. لا لا ما بصير بس الابو. عندنا في مصر ما ينفعش ان انا ابقى اللي انت بتقول عليها دي. اقرع وقفل ووش ولا ما ماشي بس عندنا في مصر والله عيب ان انت الاسد ما كنا واصلين معاه إيه، صح، هالمرحله. صح. عندنا في مصر كلمه الاسد سبا. توكله وبس يقعد اذا شلون صرفت بعد 3 ايام؟ بطلت الباب قلت يلا امشي. سويت. لا ما قدرت اسوي كذي يمكن يفلت على احد. سويت. دقيت على صاحبي حلو. اللي باع علي حلو. قلت له تشيله ب 1000 ونص. زين. اعطيته نص السعر. خسرت يالا في 1000 ونص. 3 ايام. اي ايش قال لك؟ ده غير لا صدور والله عندي اثنين بعد بس متوهق فيه ما ببيعهم. ما بيشتري حتى. ما يبي اوف. كانت قاعد صاحبي ثاني تشتري ب 1000 ونص. تقول شنو؟ قلت له اسد. سد بوجهي. اكيد. الثالث قال لي تم. حلو ممتاز. كتر خير والله. اي والله بس كان يعني خذاه. الله يرحمه. كان خذاه. طيب. اي الثالث خذاه والحمد لله يعني خسرت فيه بس بس انا افتكيت منه يا عمي. افتكيت. لا هذا قرار غريب. انت حاول بص الدرس من الموضوع ده ان انت حاول ما تدخلش مساج تاخد فيه قرارات. اي صح.
صح. يعني خد قراراتك لوحدك. طبيعي. لا هو المشكله مو بالمساج، يعني ولا المساج هو ولا المشكله الحمام. حبي لعيالي اللي خلاني ابي اوفر لهم ما حتى تحورش الأسد. علينا، ما تحورش. ما تحورش على حبك لعيالك. انا قلت لك انت دلوقتي هل يعقل الانسان طبيعي؟ اي طبيعي يشتري اسد؟ لا مو طبيعي. هذا شو مو طبيعي. ماشي. هذا انا الا اذا يحب عياله. لا، في ناس بتجيب الاسد هوايه، بيربوا الحيوانات بس هو عنده المفترسه. الهوايه. أنا ما ايوه، ما عندوش الهوايه. ما عنده قطوه. ماشي، اذا اللي هو عمله غلط. 100% غلط. بس ما ياخدش قرارات بقى في المساج بعد كده، ما يدخلش مساج صح. بعد كده. ما عادش تاخد مساج يا عم، تاخد قرارات. لا انت ما تسترخي. وما عادش يبقى معاك فلوس اصلا في الكارت اصلا. انت لما يبقى معاك فلوس بتتجنن. ما في بس خلاص. 3000 اسد. اي والله. ايه ده؟ شو دافع من جيبك انت؟ لا بس يعني احتريت ها؟ ما ينفعش. انت شوف ترى انا مش في أسد، ده شبل انا كمان. حتى يعني انا كريم مع كل شيء، يعني حتى ابو سليم بما انه يحلق لي، حلو. لما اروح اعلق عنده كم حسابك ابو سليم؟ يقول لي 5. حلو. اقوم اعطيه ال5. شو كريم ونفس الشيء. ما قلتش حاجه جديده على فكره. إيه انت ما يعني قلتوش 5 ونص، ما تقول له 5. يعني حتى ما تكاسر. ما كاسر عمر راسي، اعطيه ال5. اي اوكي. انت عايز تكسرني ب5 كمان؟ يلا انت هتدفع 3000 يلا. الحين المره الجايه بيجيك زيد عليه السعر، يدفع ريال. بس شنو قبل سوي له مساج. عرفت كلمه سريه. من يسترخي شوي. ايوه خلينا نغير السكه نروح سكه ثانيه. اوكي. يا ريت يعني. شنو قرارات خطا خذيتها في حياتك؟ شنو شيء أنا غلط سويته؟ قلت ليش سويت كذي؟ قرارات خطا. شريت اسد ممكن. لا ما اشتريتش اسد، أوكي. معيش 3000 انا. او صح. 3000 وهو قاعده توحي انه 3000. قاعد اي قاعد 70000 انا الميه مش عارف افتحها من ساعتها. يلا قول لنا. انا اخدت قرار وكان في غايه الاهميه، حلو. ان انا اغير الكارير بتاعي من الحلاقه، ان انا اشتغل بالدراسه بتاعتي اللي هي شنو؟ اللي هي البصريات. انا خريج بصريات اصلا. انت قاعد قاعده واحد مهندس. قاعد واحد بتاع بصريات، مش شايف حد. حلو. اوكي. فقلت بغير الكارير مالي. بغير كارير. الحكي متى تقريبا؟ قلت بقى من زمان قوي. حلو. قلت هروح مستشفى في المنصوره. حلو. بالطو الابيض بتاع الدكاتره. راكب عليه. تخيل من حلاق واقف لبلطو ابيض دنيا. يعني بتشتغل على شهادتك. هشتغل على شهادتي بقى. حلو. الاجواء نفسها غريبه. حلو. واحد قاعد كبير في السن، أنت تحسه هو اصلا المستشفى اتبنت حواليه. توظفت انت ولا ما توظفت بتقدم لا أوراقك؟ انا رحت علشان يعني ايه زي تمرين وبتاع أوكي، وكلام من ده. ميداني بحيث ان انا ادخل بقى في المجال. حلو. تمام. بقول لك رحت لقيت ناس غريبه. واحده قاعده على مكتب بعيد شبه زكيه زكريا. واحد قاعد قدامها في الكرسي اللي قدامها. بقول لك الشخص ده من قعدته تحس ان هو كان قاعد اصلا في المكان ده والمستشفى اتبنت حواليه. قديم جدا. خوفه وخفره عليه. وسجاير في المستشفى. حلو. في المستشفى هذا كذي. اوكي. المهم دخلت. حلو. اتعرفت على الناس وبتاع. انا لسه خريج جديد وعايز اشتغل. قال له خلاص اشتغل في جهاز اهو يا ابني اقعد عليه. حلو. طب اسم دنيتي خد معلومه. انت لابس بالطو اقعد. إيه. انا البلطو وكنت بتعامل كدكتور. بحكم البالطو مو بحكم وانت ما عارف شيء. هم ما يعرفوش. لا انا عارف المجال، كنت لسه متخرج فعارف. أوكي. كنت قاعد على جهاز كده اللي هو بيقيس النظر. يشوف العين هذا. شوف النظر عشان نظارات عشان الكلام ده. حلو. حلو. المهم المعاناه اللي ما كانتش في الشغل نفسه، كانت في الاجواء المحيطه بالشغل. اكتشفت ان انا وقتها لا بدا يجي لي ناس، يعني شخصيه من الشخصيات اللي جات لي ست فلاحه. الست الفلاحه دي كانت عباره عن ايه؟ هي عباره عن دايرتين بس، وشها وجسمها. اوه حلو. المهم فانا بطلع، انا كنت عامل برستيج لنفسي، اطلع بقى اقول ايه يعني، اطلع اقول نيكست يا دكتور. دكتور يعني. المهم يا اسطى، فانا طلعت على الباب بقول نيكست. ده في يوم من الايام لقيت دي قامت واقفه قدامي. هو يعني ايه ست دي؟ انت كل شويه تقول لي ست. قلت لها يا حاجه انا بقول نيكست. قالت لي مين النيكست دي؟ قلت لها يا حاجه نيكست. انت حتى انت ما قاعد نيكست يعني اللي بعده. قالت لي انا قاعده هنا بقالي ساعه يا اخويا، دخلنا عشان اكشف. انا مش شايفه يا ابني. قلت لها تعالي يا حاجه ادخل. الراجل دخل، هي بقى لابسه نظاره، لابسه نظاره. الراجل اللي قاعد لابس نظاره، زكيه زكريا قاعده لابسه نظاره. كله لابس نظارات. حلو. غالبا ما حدش بيشوف في المكتب الا انا. المهم دخلت وانت بتفحص كنت بعرف. مسكتني هم حطوني في جو ضغط.
كأن انا في مسرح ودخان مزقاير. وسجاير، وفي شمس جايه من الشباك اللي ورايا، شباك طويل كده، شمس جايه، تحس ان هو مشهد خارجي في فيلم كئيب. اوكي حلو. ولقيتها قامت قاعده قدامي، احط راسي فين يا ابني؟ قلت لها حط هنا يا حاج. احط راسها. لقيتها بتعمل لي ازاي؟ تعرف يا ابني والله انا عندي 3 عيال ما بشوفهم ولا هم بيشوفوني. فالراجل بيقول لها ليه يا حاجه مسافرين؟ قالت لها لا كلنا نظرنا ضعيف. مفيش حد بيشوف في العيله عندها خالص. قلت له عندي 3 عيال ولا انا بشوفهم ولا هم بيشوفوا. انت قاعد تضحك على المراجع اللي عندك. انا بقول لك كله مسرح. ما يصير في شيء اسمه اخلاقيات المهنه. يا حبيبي اخلاقيات، بقول لك بشرب سجاير في المكتب في المستشفى. هذا قاعد يدربك، هذا قاعد يدربك. فاخلاقيات ايه؟ ماخذين المستشفى محتوى. والله العظيم. وجات قعدت، المهم فضلت قاعده قدامي، قالت لي يعني دلوقتي انا هعمل نضاره ولا مش هعمل؟ قلت لها يا حاجه انت لابسه نضاره اصلا، انت المفروض يعني انت ناسيه النضاره على وشك؟ حاجه انت هتروحي دلوقتي تعملي نضاره ثانيه. المهم خلصت الحاجه، انا قلت بقى اليوم عدى، اليوم الحاجه دي مشت، اليوم عدى. وقعدت فضلت تتريق عليا كتير قوي. مثلا بتقول لي انت عامل شعر، كان عامل شعر زي رونالدو، عرفت؟ فبتقول لي انت عامل شعرك عامل كده ليه؟ قام الراجل عمل لها فكر نفسه الظاهره على رونالدو القديم. اوكي هذا حركه اللي هو حتى الكوميديا وحشه. حتى الكوميديا اللي عندهم وحشه. كوميديا سودة. اوكي. حلو. وشنو اللي خلاك انه خلاص بطلع من المهنه هذه بريت حلاق يا عمي؟ اخر الشخص بقى اللي جالي ده بقى. حلو. جالي يا اسطى، هو تحس ان هو راكن التوك توك بره وجاي لي. حلو. جراء باش مهندس. مش دكتور بعد. ما فيش بقى دكتور بقى، هو جردني من كل حاجه، حتى جردني من البلطو. حلو. قسما بالله جراء باش مهندس. واحنا واقفين بقالنا ساعه مش هنكشف ولا ايه؟ وهو تو داش. هو لسه جاي لي اصلا، لسه جاي وشبشب، لابس شبشب حلو، برموده لحد اللي هي لحد هنا دي. اوكي ماشي، وتيشيرت اصفر، انا فاكر لسه شكله تمام، وشعره كله جل كله جل. تحتريت مشاعرك. جراء باش مهندس. لو مسكك حيفرتكك. ممكن. ما اعرفش، بس هو باين عليه عصبي بلطجي. انت فاهم؟ قلت له يا عم وانت واد دكتور. قال لي يا باشا انت مش شايفنا ولا ايه؟ قلت له انت جاي تكشف نظر صح؟ مفيش حد شايف عامة يعني. يعني انت بعد اللي انت قلته مفيش حد شايف، بس واحده عليا الله يصلح حالك، لان انا بتعامل. لا انا بخاف. وانا ايدي بدات تعمل كده. حلو. قسما بالله مش عايز احكم عليه ان هو بلطجي يعني، بس هو راجل شكله عنده ظروف يعني. تمام. أوكي. فجاي عايز يكشف، مستعجل. تمام. قلت له خلاص اتفضل استريح. اجت قعد، بقول لك بفتح الكاميرا، لقيت مش الكاميرا، العدسه اللي انا ببص منها، لقيت فيه بيش لينه صغيره. فعلا دكتور كنت. ايوه يا ابني. امال ايه؟ لا تصدق. لا تصدق بجد؟ انا لو اشوفك ببلطو راح اضحك. مع كامل احترامي لك. جا بقى قفلوها معايا في البلطو. انا خلاص انا مش عايز، خلاص انا ما عدتش عايز. قمت قايل للراجل ما عدتش جاي. لحظه انت شنو وقاعد عندك؟ قاعد عندي يا اسطى، قاعد عندي. بقول لك كنت تحت تهديد وانا باخد له المقاسات. ليش يا ابني ما كان ناقص احط طماطه على رقبتي. ايه ليش؟ هو جاي معصب، اعمل له ليش؟ انا اعرف ايه المشاكل اللي عنده في البيت. لا يعني ليش معصب؟ علشان اتاخر، علشان بطلع اقول نيكست وبدخل حد تاني مكانه. انت لازم تقول نكست. وش صار معه؟ بنص هذا يعني انت شرحت لنا انه بلطجي وشورت وشبشب وقاعد عندك وبس خايف على هذا وبس. لا قول لنا. المهم طلع هو اصلا النظر بتاعه ضعيف قوي يعني. ده لو مسكته ضربته مش هعرف مين اللي ضربه. ما يدري. فانت قاعد تفكر تضربه الحين. بس من غير نظاره يعني، هو ما يبقاش لابس نظاره واضربه. لو سمحت امسك نظارتك عشان اطقك. كده يعني. والله انت شجاع ابو سليم. والله جدا. وطلعت بعدها. قلت له بقى خلاص، قلت للراجل حطيت الروب، قلت لزكيه زكريا خلاص انا ما عادش اكمل. قلت للراجل، والمهم قلت له واد البلطو انا مش مكمل. ردت الحلاق. لا يرد علي اعمل ازاي؟ كده بلطو؟ شنو كده برضه؟ يعني كده برضه دمه خفيف. والله دمه خفيف. قلت له طب قسما بالله ما عدت جاي، والله ما عدت جاي، ورجعت الحلقه تاني. صار لي موقف مع رفيجي. قاعد يوم من الايام بدق تليفوني. حلو. الو، قال ها سلمان شلون؟ بس قبل لا تكمل سالفتك، كم واحد من ربعك قال كذا بتسولف عني لا تذكر اسمي بالبودكاست؟ كلهم، بس ما ذكرت اسامي، بس راح اقول لك سوالفته راح تعرف. اسمه ايه بقى؟
لا ما راح اقول. قطع كم؟ شرى كم؟ ما نقف قطعه واحد. زين. دق علي كان يقول لي شلونك سلمان شو اخبارك؟ قلت تمام. قال تكفى انا عندي ظروف وكذي ابي سلف. قلت اوف سلف؟ انا ما اسلف احد بس هذا رفيجي وحيد. اي صعب لازم رفيجي تسوي. وحيد. قلت له تامر امر اف عليك. قلت له كم تبي؟ قال كم عندك؟ قلت له شنو؟ قلت كم عندك؟ السؤال ما يبقاش قلت له ما انت شنو تبي؟ قال كم عندك تزدك اياهم كلهم انا بين سلخ. قلت له ما تزدك اياهم كلهم انا متزوج عندي عيال. تونا اول شهر شلون اكمل الباقي شهر؟ والله كان احول اذكر فلوس. كم عندك؟ لا كان عندي فلوس بس ما حولت لك فلوسي. اي حرفيا حولت لي نص فلوسي. اوكي. نص فلوسي. يعني فوق ال 3000 ولا قبل؟ لا اقل اقل من 3000؟ انت حولت طلعت له. عبيط. كان اسده كان يدق علي بعدين الو قلت له هلا. قال مشكور وصل لي الفلوس انا الحين راح اهاجر واغير رقمي. قلت له شنو؟ قال ما راح يتواصل معي خلاص راح اهاجر. بجد والله؟ اقسم بالله. يعني هو ماخذ فلوس منك عشان يهاجر. ايوه صار فيني لا دقيقه بتهاجر تغير رقمك زين فلوسي. هكذا بقلبي انت فلوسي ما همك ان صاحبك الوحيد يبي يهاجر. فلوسي. بيهاجر غير رقم الريال. طب وانت عرفت بقى الغرض ان هو صاحبك الوحيد ليه دلوقتي؟ اي والله. طلع عشان ينصب عليك. لا والله رد اياهم. لا خلاص انا اسف. طلع خذ الفلوس لحظه راح هاجر. لا راح تايلاند ورد. هجره موسميه. ايوه نفس الطيور كده. فيعني انت ما قصرت وياه وقفت وياه وراح تايلاند استانس ورجع. رجع اي بفلوس. غيرت نفسيتك. انا بغيت اسافر ما كان عندي فلوس اسافر. حلو. ايه الحين لو تدق عليه وتقول له أبي سلف. ابي سلف ابي هاجر راح يحول لك. ما جربتها صراحه. جرب كده دق عليه. بعد قول له قول له كم بعد تصل. بعد قول له كم عندك؟ كم عندك؟ اي لا هذا مواقف غريبه عندي بعد موقف صار لي غريب مع امي. كنا صغار فنقعد انا وخواتي بالغرفه ففي ذبانه اوكي بالغرفه فامي تي بيدها امشي فليت اوكي. سكر باب علينا وانتوا في الغرفه بالغرفه داخل؟ احنا. قلت لهم ما اختنقنا في ذبان لازم تموت. زين احنا راح نموت. هذا ضد اندمت. نقوم نبطل الشباك دش سكر الشباك. لا تبطلوا الشباك خل الذبانه تموت. لا احنا بنموت. زين طلعوا. احنا راح نموت. حطيتها معهم لا قعدوا. خلاص ما عادش يقدر ينادي عليها. تعرف يعملها ازاي؟ دش بعد ساعه كنا طايحين. عرفت ذبانه عايشه احنا كنا طايحين. انت بقى ايه ما فيش حاجه غريبه انت خدتها او بعد؟ شفتها؟ انتوا تبوني افلص اليوم. لا خلص عيش حياتك. جت لي فتره احب اقرا كتب فشريت كتاب اسمه الاب الغني والاب الفقير. الاب الغني والاب الفقير. اي حلو. على امل اني اصير غني. اوكي. انت تستفيد من ترى اصير كل- غني. ليش تضحك مخرج؟ كل بص- يشترونه يبي يصيرون بص للجزء الثاني من العنوان. الفقير. فقلت خلاص الحين هذا الكتاب ابي اروح كافيه واقعد اقرا. جو بقى الجماعه اللي هم بيقعدوا كده ونظاره ترى وبتاع انا مثقف ويقرا. على فكره يعني احترم نفسك. لا تغلط على جو جماعتنا. حلو. جو منه؟ جماعتنا المثقفين. نرجسي احنا مثقف. دائره مثقفين كلنا. ما فيش مثقف بيشتري اسد. هم صح. ما في. قبل الوعي قبل الوعي. قوه قوه. لما صار عندي وعي شريت الكتاب هذا. حلو جحيم الوعي. الاب الغني والاب الفقير. حلو. قاعد بالكافيه. قاعد بالكافيه عشان شنو؟ بصير غني. مقدم بس قاعد المقدمه. الفهرس سكر طب قهوه. مخبي على كلمه الاب الفقير ورا عشان بس كذا الاب أنا الغني اللي أحفظ باين. لكم. لا تفضل تفضل. وانا قاعد اقرا الاب الغني والفقير. تعرفون لما يجيكم لايكات ورا بعض بالانستغرام التليفون درن 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 الصوت هذا. لا خاش نوتيفيكيشن سكر. اي لا انا ما عندي شيء اخشه. زين. دائما ولا انا شيء خش دقيقه. لا دقيقه لا. لا انا دائما بصيوت. خلاص المهم قاعد تودوني السكك وايد غلط. حلو. فلايكات كان اسكر كتاب الاب الغني والفقير واشوف اللايكات. اوكي اهم. اي خلي شوي الغنى خلي اشوف. ولا اكونت رجعت الاب اللعوب. سيب بقى الاب الغني والفقير على جنب. نشوف بقى التليفونات ده ايه الاب اللعوب بقى. يلا وريني. لا ولا اكونت انا درسته الاستراتيجيه هذه مالت اللايكات يسويها عشان انت تشوف يا اكونت. اخي سبحان الله لما بتقول كلمه حلو. استراتيجيه ديت انا برتاح. اي والله العظيم بحس ان الدنيا لسه فيها خير. اي والله. اي والله تشتاق حق البالطو. كده بلطو. خل اقول السالفه زين. اوكي. أوه. كان اقوم اشوف الاكونت ولا اكونت يبيع ملابس نسائيه. ملابس شنو؟ نسائيه حلو. طبعا قول.
شوف هذا تفكير الاب الفقير. انا بحكم اني كنت بصير غني فنظرت لها من ناحيه ثانيه ان هذا خوش مشروع إيه. طلع من وراه فلوس. قلت تستثمر فيه. انت هيك الحكي. زين. قلت خلاص افتح اكاونت زين. ابيع ملابس نسائيه. شنو؟ زين. شفته قاعد يحط لايكات تمام. فقمت ادش على الناس احط لهم لايكات عشان يشوفون اكاونتي. حلو. بطلت اكونت. بطلت اكاونت وكلمت واحد بدولة ما طلبت منه يجيب لي بضاعة. حلو. ويدز لي الصور ويدز اختار وهذا. حطيت لي مقاسات. حطيت لي سكرتيرة لان انا ما اقدر اتعامل مع النساء صح. طبعا طبعا. فلازم سكرتيرة. ابننا محترم. ايه. انزين. حلو. قمت امشي لها معاش على ما توصل البضاعة. حلو. انت تعاملي وجاب لي الاكونت. وجاب لي الاكاونت. بس انا احط لايكات. المهم واطلب بضاعة بقيمة. ما تبي تعرفون كم؟ هي 1500 ما تلسد. ردت استثمرنا. المهم اي يعني وصلوا الملابس. حلو. فتحت الكرتون اشوف عينات سامبلز اوكي. وبرضه حبه تطلع. ولا الكواليتي تحت الصفر. اوف. انا ما ابيع الكواليتي. انا احترم الزبون لما يجيني يدفع فلوس تحترم الكواليتي كويس برضه. ياخذ كواليتي. صح. اما انه يجيني هالكواليتي هذا تمام. لا والف لا. ينشق طبعا بسرعه. طبعا ده مشاكل يعني الخامه مو زينه. انا اقول لك خامه زينه زين. كان اقول خلاص كنسل سكرتيره. كذي ما راح افضفض لكم. كمل. حلو. جربته ولا كنت شاري اسمع كنت شاري هذا كنت طالب الباترينا ما شو اسمه هذا اللي تلبسه عشان تصور. مانيكان يعني رجالي مو نسائي. ياك ريال. فصار عندي الحين انا فاتح مشروع ملابس نسائيه المانيكان رجالي. قاعد تصوره فيه قاعد تلبسه تصور. وعندي سكرتيره قاعد اشيلها معاش. لا مانيكان اللي بيبقى الثابت ده والبضاعه مش حقيقي. البضاعه طلعت. انا مفكر ان هو بني ادم حقيقي. عرفت المانيكان هذا. البضاعه طلعت سيئه. اوكي. فانا ما راح اقول مثلا حق الناس ادفع المبلغ الفلاني ويصير بضاعه سيئه مثل هذه. لا اي صح. طبعا مبدا. فكرتش تعمل له اعلانات؟ ما فكرت اعرض البضاعه اصلا. تعرف مين اللي عامل لك اعلانات للبتاع ده؟ لا ادري ما نبي نروح نسكك وايد خلني لا اقول والله. لك السالفة. والله شخص مشهور. اوكي كم سالفه. فسويت ايش عارف مين سويت؟ اللي عامل لك اعلان؟ مو بخوصك. لا يورجن كلوت. انزين تكفى خلاص. تعرف يورجن كلوت؟ منو؟ وبسكرها انا انت حسيت ليش سولفتها. اوكي. انزين قمت ايش سويت؟ قلت لحظه ستوب يا اطلب بضاعه ثانيه واعيد المشروع من اول جديد. اي بس مبلغ. انزين يا اقول حق السكرتيره انت مطروده. اطردها انت طيب مطروده. هي ملهاش دخل انت اللي جايب كواليتي مش اي حلو. صح وقاعد تدفع معاش. اي سويت فيهم تموا 3 شهور بالكراتين. بالكراتين ببيتنا بس مستحي ان احد يشوفهم. المهم حلو. فيوم من الايام الوالده قالت لما يدش علينا مثلا الشتاء تقول الملابس اللي تبون تجردون لما تجردون الملابس اللي ما تبونها. اي ما شفت الصيف خشهم بالجناط وخشهم هذا. لا احنا نتبرع فيهم حق الفقراء. زين. فالوالده قاعد تقول حق اخواني وهذا كل اللي بيقولوا معلومات غريبه. زين. لا قالت يجمعوا الملابس اللي ما تبونها عشان نتبرع فيها حق الفقراء. حلو. فصار فيني انزين انا الحين هذول ما اقدر اروح اقطهم شكلي راح يطلع غلط. صح. اقول لها يما انا طالب ملابس بتشياسهم بالكراتين يدد. كنت فاتح مشروع اطفال وما نجح المشروع. اعطيتهم حق الفقاره. كانت تقول بس انا الحين راح تجي الحمله البرمثيه. ايه. تاخذ الملابس. قلت لها بس تمام. دق هذا الحمله كان يقول انا عند البيت. قلت له يلا الحين واروح اودي له كراتين
وهو يشوف كل كرتون يقول لي ماجور واحسنت ماجور واحسنت. ما اعرفش ايه اللي جوه. ما يدري مسكين. حق الفقاره. حق الفقاره. هم صح ما عندهم اكل بعد يتصل شيء. كيف خذيت الكراتين اعطيته ويمكن 16 ماجور و5 احسنت سمعت منه. زين. المشكله مو هني، المشكله ان الحين الوالده تدق على الحمله ما قام يجون. فظهر جرده والملابس. ومن بعدها خلاص قررت ما افتح لا مشاريع. تفتح مشاريع بس. اقول خليك على الزراعه. خليك على الزراعه، خلينا على الرقي. الحين بلش مشروع الرقي احسه مستور. نجح. لو احنا قوه خارقه اوكي. هيروز يا أوه. صاحبي. لا هيروز بي تي ما يصير. شنو ما فيش راح هيروز تكون لابس أنت؟ رصاصي اصلا. شنو راح تكون انت من الهيروز؟ هيروز؟ اي يعني عندي قوه خارقه كذي يعني؟ اي يعني كاركتر من الكاركترات، هالك. لانه ما يلوق عليك اي كاركتر. ما في شيء، ما في بدله كبري، لا باتمان لا سوبرمان لا سبايدر مان ولا شيء كبري. هالك بيفسخ شرطي بس. نفصل لك. اصلا لا انا ودي اختفي. احسن ما له داعي اختفي يعني من انا صغير ودي اختفي. ستوكر انا احب اطالع الناس كذي، طالع ما يدرون عني قاعد اطالعهم، بس ما راح اطلق مثل اثنين، ما راح اشوف شيء ما يصيرني. وبعدين انا احس بيك اصلا لو انت مختفي حتى حوالي احس بيك. شم الريحه. صح انفاسه حاره. وهو مش هيختفي، مش هيطلعك من بعيد، هيبقى جنبك. ترى انا مو موجود. اقول شعر جسم. صح تعرف شعر جسم صح. وانت يا ابو سليم؟ انا هبقى ثور. ثور؟ انت مو ثور الثور. لا ثور بمطرقه. ايوه اللي هو مع شاكوش ده. شنو بتصير نجار؟ شنو تسوي ليش؟ لا عشان لو كهرباء قطعت اوصل كهرباء. بس هو بيعمل. وكهربائي؟ لا مش ثور مش كهربائي لا. يعني انت تيجي على واحد زي ده وتقول عليه كهربائي. ما شايفه ما ادري. قوي وسيم، ولد وسيم كده. ودك تصير وسيم وعندك مطرقه. وسيم ومطرقه. هذا سايكوباث. انت تودينا في داهيه. اوكي صح؟ شو بدك تصير؟ انا احس انا شخصيتي من القوه الخارقه. كذي. اي خلني على ما انا عليه. انت زي ما انت كده؟ اي. شنو بتصير بقى؟ قول لي يلا. والله ودي اصير باتمان دام انك ملزم. باتمان؟ اي اتراكب عليك تصدق؟ ضوء لابس اسود. اطلع بالليل. عندك فلوس ما وايد. بطلعش الا مش ما بالليل. انت قاعد تقول وين رايح. وعنده سياره غريبه. اي وانقذ الطيبين من الاشرار. صح. انا ودي اصير البطريق مال باتمان بخشب قاعد. اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ ما ادري زين شيء قاعد صغير. ابيك بس ابيك طول اليوم. اسمه جنج. اي فاذا دقت مرتي بالليل وينك مع البطريق. بطريق إيه، قاعد طالعين قاعد طقه. طالعين انا خانقني انت معلقني. طالعين مهمه. تلك اشاره باتمان. عندنا ابلكيشن يجينا طلب. انت مع احمد لطيف مو عيال. صح والله عقد مسكين. اي بصير باتمان. يعني انت باتمان وانت شنو بتختفي صح؟ انا فاتمان. تخيل في شيء يدش داخل جسمك ويتحكم فيك. عقلي. لا يدش داخل جسمك. هو انت قاعد تقول لنا معلومه ولا شيء خارجي لا، يعني. جاوبت صح انا؟ هو عقلك صح. المفروض صح. في فطر اسمه كوردي كيبس. شو يسوي هذا؟ يدش بالحشرات، نمل، جراد، خنفسان، حشرات صغيره. يدش فيها شو يسوي؟ يعطل اشياء جسمها كله. لما يعطل مخه ويتحكم بالحشره من داخل، يخليها تمشي تروح ترد. هو يتحكم بالحشره تحكم كامل. واو. لما يقول لها يلا اوقفي هني وموتي هني. هذا فيروس؟ هو فطر. فطر ولا بكتيريا؟ فطر. اوكي. حلو. اسمه حتى يسمونه زومبي فنجس. يسمونه ناس. اوكي. مثل ما يتحكم بالحشرات. زومبي فنجس؟ زومبي فنجس. زين. فيولد الحشره لي مكان يقول خلاص موتي الحين. تموت لان ياكل كل اجزاء جسمها من داخل. لما خلاص من جسمه يصير فاضي وتموت الحشره ويطلع منها وهو يطلع منها. تلاقي نفس الشيء طالع من الحشره نفسها. اوه. فشافوا ان هل هالشيء يصير حق البشر؟ لا ما يصير حق البشر. اشو انه ما يصير؟ اي لان احنا مناعتنا اقوى. بس احنا عندنا اقوى منه. اقوى من الفطر. اصلا سووا مسلسل اي اسمه ذا لاست اوف اس. ولو الفطر هذا يدش بالادمي
ويتحكم فيه كذي. مسلسل وايد حلو شوفه. شوف بايقين فكره لو منه ترى. اي بايق الفكره مني. اي بايق الفكره مني. ده بس ده موجود اصلا في الحقيقه يعني. ان واحد يشيشك كذي، احنا نفس عندنا البشر ان واحد يشيشك يلعب مخك. لا في فكره اعمق. شنو؟ وهو من اليوم قاعد هالقعده اللي مو عارف يقعدها. وهو الحين اعمق اصلا. في فكره اعمق. تفضل. اللي هي نظريه القطيع. زين. نفس الشيء بالضبط. ان انت ممكن تكون شايف ناس هم رايحين في المكان الفلاني فانت تمشي وراهم. فهم اللي هم اللي بيمشوك. مش انت مش ماشي على جوهم، لا هم اصلا اللي في المقدمه راسمين لك ايوه راسمين لك طريق وانت ماشي عليه. انا ماشي معاهم. حبيت ان انا اشارك. لا مو وايد عميق. خليك انا موقف صار معي. عميق؟ مو عميق. لو مش عميق ما تقولش. مو عميق. احنا في دلوقتي في العمق. اتفضل. ادش معك العمق. تعال اتفضل. كنت برابعه ثانوي. حلو. لا تقعد قاعده هذه توترني. تخافش. انا مو مرتاح. انا مو مرتاح في القعده هذه، بس خليني اكمل لك. اي تخافش. كنت رابعه ثانوي، انا معي رفيجي. حلو. فياني زعلان، امتحان فاينل كان. قلت ايش فيك؟ قال تو الحين سحب ورقتي المدرس. قلت له ليش سحب ورقتك؟ قال صادني غاش سحب ورقتي راح يفصلني. قال هذا مدرس كاهو والمدرس طالع. قلت له طقه. قال ها؟ قلت له والله طقه. انا قلت طلعت على غشمره. ولا ينزل سياره ويروح يمسك المدرس. تعال بقول لك شيء. بوم 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 بوكسات. قلت اوف طق طق المدرس. طق المدرس طق. خرب بيتها. فالحين انا تخرجت وتوظفت عند عيال وما ادري وين صدق. اكيد مسجون. اتوقع انا الحين نفسي فنقص من واحد لواحد. كمل حياتي. خلص من هذاك يا ابن احنا قال تعالوا خلينا نصور بودكاست. قال شيشكم الحين. يا الفطر. حتى ضحكة فطر. وهذا يشيشه مرته. وشيشه في وايد يشيشون الناس يشيشون بسرعه. شلون تشيشه مرته بابا؟ شلون صح؟ خواتك مديني. شلون صح الواحده تشيش زوجها؟ شلون؟ صح كلامك صح كلامك. زين. اي تمشي تروح تهاوش معاهم. فلما تروح حق الاهل شلون تقول لهم؟ مو انا. ادري الناس يشيشون. نفرض بهواش. نفرض ان مش انت يعني. مو انا. ايوه مش شلون قلت عن حق مرتي كذي شلون يدش بعصبيه. حلو. فهي قاعده تلعب مخ. تغذيه افكار وهو ما يبيها. طول الليل فطر. في فطر قاعد شغاله. هذه البرمجه اللي تصير باللاوعي. انا اذا هذا عميق قاري كتاب الغني والفقير. لا هذا الكتاب اللي بعده. اذا هذا عميق انا اعمق. ده الدارك. ده الدارك بتاعنا باتمان. واحده من القرارات الغلط. هو كاتب اسمه خل اقول اسمه. لا بدون اسم بدون اسم. اوكي. لما كان قاعد بالمطبخ امه قالت له بزوجك منو بخاطرك. حلوه العروض دي اللي بتيجي فجاه دي. اي وبالمطبخ يعني واضح ان الوالده كانت قاعد تقصص بصل وطماط وفاضيه. شاف هذا فاضي بزوجك وانت بتزوج. اي فقالت له منو بخاطرك؟ قال حق امه قالت لها اسم على غشمره. منو هالاسم؟ بنت خالته. حلو. زين. ثاني يوم ردت له امه كانت تقول له ترى رفضتك تشوفك كأنك اخوها. الام خلتها جد وراحت حق البنت وراحت ان هذا يبي. والمشكله مو هني، المشكله ان البنت تشوفه اخوها. بس هو غريب ليش قط اسمها؟ يعني حتى لا انت ماك شغل انه هو كاتب على غشمره. لا هو حتى غشمره ما تنقط. لما انت تبيها ما بتزوج ما قط اسم بنت خالتي. لا كان يبيها خاطره. بس من شاف ان رفضته قال ترى ما تغشمر شيء ما هذا نفس اللي حق واحده من الخيران للعبدلي. انا لو اخر شيء ما تعطيه اي شيء يقول لها. اكيد. لو امي كده بتاخد الموضوع بجديه كده هتقول لي اقول لها جورجينا مثلا. قطها بعيد كذي صح. جورجينا. ثاني يوم طاقه تذكره رايحت لها. لا بس في شغله طاقها من كريستيانو. في شغله الحين انتم ما التفتوا لها. شنو؟ ان المسكين هذا اللي كان يبيها هي تشوفها حسبة اخوها. يمكن رابين مع بعض. اوكي فتحقون شنو نفسيته بعد الصدمه هذه. لسه في المطبخ. قال حق امه غشمره بس من داخلين اكيد مكسور. يبيها. الحين شنو شكلهم بالزواره قاعدين مع بعض. والله ده هو ما عادش هيقابلها تاني بقى. لا بالزواره الحين تدري انه خاطبني وانا رفضته. هو شو نفسيته؟ هو ياثر فيك؟ مع انه هو واخد الموضوع ايزي يعني كان واخد الموضوع ايزي. بس تخيل انت رايح حق واحده ورفضتك وانت راح تشوفها كل يوم لاخر يوم من عمرك. تخيل اني اروح حق واحده ترفضني بابوت. وانت نرجسي. لا مو نرجسي. يقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. طبعا. قول الكلام ده لنفسك. شو يصير فيك؟ نفسيتك. والله. قول الكلام ده لنفسك. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ابي نصيحه حق الرجال هذا.
نصيحه ما يقعدش في المطبخ مع عمه تاني ودخلنا في الموضوع اللي بعده. اوكي صح. كنت بحب بنت وكان عيد ميلادها قرب. حلو. ده مصري، زين. ده مصري، طالما تأتئت كده مصري. هات يا اسطى وانا اقرا. لا فحبيت ان ابين لها اني صريف حلو. وهنغنغها، زين. مصري والله، ورحت اشتريت لها ايفون 17 اقساط. مصري مسكين. كمل. اسمع، لاني في الحقيقه ما ادرش على سعره كاش، ويوم عيد ميلادها اديتها التليفون وكانت طايره من الفرحه، حلو. وناقص تاخذني بالحضن. بعدها باسبوع لقيتها تخطبت. لقيتها ده صعيدي. لقيتها لقيتها انخطبت. هذا المصري هاتهولي. اسمع، انخطبت وتزوجت للاسف. تزوجت واحد ثاني. اي اسمع، ودلوقتي معاها قايله سامع عيالها. لا غلط، وانا لسه بدفع اقساط التليفون وهذيك متزوجه مع ويلة. وجايبه اثنين. وهذا دلوقتي معاها ايه؟ ادم وفرح. هو مع قصة ما التليفون. بنذكر اسامي. لا بدون اسامي. وهذا قاعد يدفع اقساط للحين. للحين. مسكين. ايفون 17. وشنو المشكله مو هني؟ انه حاسب بحساب انها نغنغها. مسكين والله. تنغنغت. والله يعني متجوزها دلوقتي ومعاها ايفون 17. نصيحتك حق. نصيحتي حقه؟ ايه. ابكي لا تنتحر. مش عارف انا يا اسطى اللي انت عملته غلط. انت ازاي تجيب ايفون 17 اصلا؟ انت شغال ايه عشان تجيب ايفون 17؟ علمني عشان اشتغل. بجد والله عشان تجيب ايفون 17 وجايبه هديه لواحده وتتجوز. ما تعملش في نفسك حاجه، بس صلي وصوم واذكر ربنا ماشي لحد ما تخلص اقساطك وربنا يسهل عليك ان شاء الله. اوكي. ما عادش تعمل كده تاني. كمل. اوكي. هم هذا من مصر. انا اشتريت توك توك عشان اشتغل عليه، واول يوم لي في الشغل قال لي مشوار مع 3 شباب. قالوا لي، انا اضحك لاني سامعهم، زين. وقالوا لي هنعطيك اللي انت عايزه. المهم رحت معاهم ودخلنا في حتت مقطوعه لحد ما قالوا لي خير يا رب. ايوه هنا نزلنا، استنى احنا مش هنتاخر وهنرجع لك تاني. ونزلوا 5 دقائق ولقيتهم جايين قري والحكومه بتجري وراهم، وانا ما بقتش عارف اعمل ايه. ركبوا التوك توك قالوا لي اطلع بسرعه، وفجاه لقيت البوكس. والله ما في بؤس اكتر من اللي احنا فيه. والله انا قلت لك جيب لو في حاجه مصريه جيبها وانا اقراها. المهم الدوريه قافله علينا واخذونا واخذوا التيك توك. اخذوا التيك توك. التيك توك ده بابلكيشن. اوكي. بين قوسين الشباب طلعوا رايحين يجيبوا مخدرات. وهذا مسكين قاعد بالتاكسي تيك توك ما شو اسمه هذا. كلموا يروحوا يتكيفوا بقى هناك في الاسم. هذا مسكين ما له ذنب. اي هذا كان شغال. يعني يقولك هذا يا ما توك بسجن توك. مظالم. هذا واحد منهم مسكين. يعني شاري توك توك جديد، واول مشوار لي مع شباب رايحين يجيبوا مخدرات. يخرب بيت عقلك. بقول لك ده يتمسك في الاسم، هم يتكيفوا. تعالوا بقى انا هكيفوا. شو عايز تكيفوا؟ تعالوا. يا باشا انا بتاع التوك توك والله. خد يلا توك توك. ها توك توك. توك توك. اوكي. اخر واحده شاركت كتبت ان تعبت من الاختبارات. اتجوزي. اتجوزي بقى وفكك من الحاجات دي. الواحده ما لهاش الا بيت جوزها. ده في الاول وفي الاخر. هتبقى مهندسه هترجعي تطبخي، هتبقى دكتوره هترجعي تطبخي، وهتربي عيال وهتتجوزي وهتعملي بيت وهتكبري، وجوزك هيتكلم ناس عليك ومش هيديك الباسورد بتاع مراتك تتابع البودكاست، انت شلون رحت كذي؟ لا احنا عندنا ثقه بيننا وبين بعض، ثقه متبادله بيننا وبين بعض. انا بتكلم كنصيحه للناس العاديه، انما انا او في مكان تاني. صح نصيحتي هذا طلع من دراسه اشتغلي حلاق ولا صالونه ولا تشتغل حلاق ليه؟ كذي يتوقع النصيحه انه زينه حقه. لا مدمر مستقبلك احنا ما في نصيحه راح تاخذها زينه. واحده تقول اذا باجي على الملكه يومين وام الريال دقت على امك طلبت ترسلون صوره جديده لك بس بدون مكياج وبدون فلاتر، شلون تتصرفون؟ هذه باقي على مشيتها يومين، بعد يومين انا بتزوج. ليش طالبين بعد يومين؟ قبل يومين صورتي بدون مكياج بدون فلتر. هذا المفروض الرجال شايفني وقاعد معاي وخاصين. ليش طالب صورتي بدون فلتر بدون مكياج؟ ممكن النظام عندهم مختلف. ممكن لا تخيل انت مكالب بنيه، شو نفسيتك بتكون؟
اي يعني انا كبت راح استغرب من الطلب الصراحه، طلب غريب. ونفسيتي راح تكون خايسه يعني. ليش؟ انا بس بتزوج لازم الحين تبقى واثقه في نفسك. وخالصين واثقه بنفسي. انا متزوج بعد يومين من زواجنا. الف مبروك يا حبيبي. وقبل يومين من زواجي ادز صوره. انت شو الصوره اللي باخذها انا؟ شو نفسيتي اللي باخذ الصوره هذه؟ ما اكون مستانسه. صوره الجواز بس مكياج. اوف. هاي بدون مكياج. عايزها سوفت صدق. ما انا اشوف نفسيه البنيه شنو بتكون لو هي داز الصوره هذه. يعني هو عايزها من غير مكياج، عايز يشوفها على الحقيقه، اللي هو يقوم الصبح يلاقي دي في وشه. ايوه زي. بس في مشكله هني، انتوا رحتوا للمكياج. نفسيه. اوكي. في شغله، ليش ما طلب انه يشوفها، يروح يشوفها بدون مكياج؟ ليش طالب صوره؟ صح، هذا شيء ثاني بعد. ليش يوم طالبه صوره؟ المفروض يروح يشوفها. الو ولدنا يبي يشوفها، وبعدين هذا مو قبل ملكه بيومين يعني. المفروض من زمان خالصين اصلا. هذا ما يعرفون يتزوجون. يصدق؟ لا تاخذينه. هذا مو واثق. وحط مكياج يا بنت براحتك. حطي فلاتر. حط فلاتر وروقها على نفسك. ونفسيتها يا عم ده الواحد بيشوف رجاله وتحط فلاتر. بس ابي نفسيتها ايه هي لما داز صوره وناطره رده، قاعده ناطره مع امها وبنات خالتها ترى احراج. وردها وقاعده في وسطهم بدون مكياج. لا مو بدون مكياج، ان هي داز صوره وناطره رده انه يبيها ولا ما يبيها. فكلهم قاعدين ها صار معك. هي نفسيتها ترى متدمره هنا. اللي هو عايز يعرف هي حلوه بدون مكياج ولا لا. ما هو الغرض من كده بالضبط. عايز يعرف شكلها بدون مكياج حلوه ولا لا. بس هذا هم يوصلنا حق دلاله ثانيه. شنو يا العميق؟ ان البنات وصلوا مرحله صعبه. زين. صارت تحط مكياج وفوقها فلاتر. بس لحظه، هو شلون خاطبها بسناب؟ هو مالش عليها بسناب وشايفهم؟ مو رايح شايفه بالصدق؟ يمكن شايفه بالصدق. هل الزواج الحين يعني بقى لا فيه غش تجاري؟ اقصد يعني هل لما راح مثلا البيت عشان يخطب وهذا، هل كانت حاطه فلتر؟ لا مستحيل. فشافها بشكل طبيعي. عشان شي قلت لك انا هو المفروض انه شايفها بشكل طبيعي، وبعد يومين مشتهم خاصين عرسهم يعني. فشو اللي خلاه يتغير رايه وافكر مرتين وابي صورته بدون مكياج بدون فلتر؟ يمكن اللي كان يكلمها قبل لا يتزوج هذه شيشته صارت فطره عنده. صح. قالت له ما تشوفها من غير مو هذه السكه اللي كنت بروح لها. ايش اقول؟ لا يمكن قالت له ترى البنات من غير مكياج وفلتر جياك وين؟ عشان يفل منها ويتزوج هذه. يتزوج الثانيه. يا فنانه. يا فنانه. يا سلام. هذه اللي الثانيه اللي هناك. وتشخيصي حق الموقف. البير عميق ما لا قرار، كل ما غريبة فيها أسرار، ضحكة سودة تصيد الأنظار، توها أفكار دور المدار. سرك في بير وين الغريب، ضحكة بلا ضمير ويا وجه مريب. سرك في بير ما ينكشف، حكايات تدور صوتها مختفي. نكتة مكسورة طعمها شبح السلفة مغسولة، ريحتها بلح العقل يلعب كأنه ساحر، العقل يلعب كأنه ساحر. توها تمثيل يا شاطر يا ماهر، سؤال وبدون جواب والليل طويل، همس يطوف والوقت ثقيل، ضحكة مخنوقة شبح صغير، البير ينادي تعال يا أسير. سرك في بير